في مملكة بعيدة كان في أميرة. الأميرة كانت بتحب الموضة والألوان، كانت مشهورة بتصاميمها الرائعة، لكن في قلبها كانت بتدور عن قصة تلهمها، قصة تحمل في تصميمها مشاعر الحب والوفا. وجه يوم وهي بتألف في كتاب الأساطير صدفت قصة إيزيس وأوزوريس. أثرت القصة فيها بشكل كبير، خاصة إزاي واجهت إيزيس كل الصعوبات عشان حبها لجوزها أوزوريس. قررت الأميرة إنها تستلهم من القصة الرائعة دي وتصمم مجموعة أزياء تعكس روح الحب والتضحية. وكانت الأسطورة الرائعة إيزيس وأوزوريس بتحكي عن إله اسمه أوزوريس وآلهة اسمها إيزيس، كانوا رمز للحب والحياة، وكل الناس في المملكة كانوا يحبوهم. لكن كان في إله شرير اسمه الست، وكان عنده حقد على أوزوريس. ست قرر يخطف أوزوريس وحبسه في تابوت ورماه في النيل، لكن إيزيس بحبها الكبير ما استسلمتش وراحت تدور عليه، ورحلتها كانت مليانة بالمغامرات والصعوبات، لكنها ما فقدتش الأمل. بعد تعب وجهد قدرت إيزيس تعيد أوزوريس للحياة، وبقوا مع بعض رمز الأمل والتجديد. قصتهم بقت مشهورة وفضلت تحكي عبر السنين، بتفكر الناس إن الحب قوي وقادر على التغلب على كل الصعوبات. نرجع للأميرة. بدأت الأميرة تعمل على تصميمات فريدة باستخدام ألوان سودة مع لمسات الألوان الفاتحة الجميلة، وكأنها بتستحضر سحر الأساطير المصرية. كل تصميم كان شايل رمز من القصة، فساتين طويلة وقماشها ناعمة، واكسسوارات تبرز جمال الأناقة المصرية القديمة. وقرب عيد الهالوين قررت الأميرة إنها تعرض تصميماتها بطريقة مختلفة عشان الهالوين يكون مليان بالسحر الجميل بدل الرعب الكبير. ونظمت عرض أزياء في قصرها وحولت المكان إلى عالم خيالي مستوحى من الأساطير المصرية. وفي ليلة العرض لبست العارضات أزياء تعكس قصة إيزيس وأوزوريس، كل واحدة منهم كانت بتمثل شخصية من القصة، بس كان العرض بقطعة أساسية زفة درامز مليان بالموسيقى والأفراح وليالي الملاح والأجواء السحرية. الأميرة كانت بتحكي للجمهور عن الحب والتضحية والأفراح، وإزاي القصة دي لازم تفكرهم بقوة الحب. بعد العرض أطلقت الأميرة حملة على السوشيال ميديا تحت عنوان الهالوين المصري بأسطورة الحب. دعت الناس يشاركوا قصصهم وأفراحهم ويعبروا عن حكاياتهم بأسلوب فني، والناس تفاعلوا بشكل كبير، وبدأوا ينشروا صور الفساتين المستوحاة من تصاميم الأميرة. وبكده نجحت الأميرة في ربط عيد الهالوين بأسطورة إيزيس وأوزوريس، وخلت الهالوين يكون احتفال بالحب والجمال بدلا من كونه شيء مخيف. وبكده بقت كل الأزياء شايلة حكاية جميلة وبتفكر الكل إن الحب هو أقوى الأساطير. وأخيرا هقولك خلي لبسك يحكي عنك ويعبر عن شخصيتك، لأن كل يوم هو فرصة جديدة للإبداع. استمتعي بالأزياء وخلي كل لبسة ليها حكايتها. www.rodaniastyle.com ده عنوان الأميرة، زوريها وشوفي القصص والحكايات وقوليلي رأيك فيها. Life is a party, dress like it. Bye! Stop.